يا شباب عاملين ايه؟ معلش بقى النهارده هصور الفيديو من المكان الاقرب الى قلبي، السرير هنا، عشان بجد برجع بقالي كام يوم اصور فيديوهات وببقى تعبان قوي ومش قادر من الشغل وكده. ففي العادي بصور هناك في الحته دي بس تكون مترتبه شويه عن كده. بس طبعا انا مش قادر خالص، وقلت النهارده وانا هكذا زي كل يوم، لا خلاص يا عم اقعد بقى اصور من السرير لحد ما تبقى بني ادم نشيط تاني وتقدر تقوم وتصور عادي. المهم يا جدعان معلش الموبايل اتحرك كتير. المهم يا جدعان النهارده هنتكلم عن السيكولوجي، وهتكلم انا ليه شايف ان السيكولوجي حاجه مهمه وازاي تتعلمها والكلام ده كله النهارده. حلقه مهمه جدا بالذات لو انت واحد بتتعامل مع ناس كتير، او تهتم في مجال البيزنس، او مهتم على الاقل انت تفهم نفسك وتفهم الناس اللي حواليك بيفكروا ازاي. انا اصلا يعني فكره السيكولوجي دي او ان انا اهتميت بيها ليه، عشان كان بقالي فتره بتفرج على واحد اسمه جوردن بيترسون. دوروا عليه لو انتوا تعرفوش، ممكن تكونوا عارفه اصلا، ناس كتير قوي عارفاه. الراجل ده يا جدعان اسطوره، من احسن الناس اللي بيعرفوا يفكروا في العالم. تقدر كده تقعد معاه تهاف كونفرسيشن، يعني تقدر تتكلم معاه في موضوع تحس تتكلم في موضوع مهم وبجد فاهم مع اي حد يعني. بص الناس دي بتوع السيكولوجي وعلم النفس يعني، ما صح انا هقول الكلمتين ورا بعض عشان ما اعرفش دي يبقى اعرف دي، او هقول سيكولوجي على طول عشان ده اللي اعرفها يعني. المهم الناس بتوع السيكولوجي دول يا جدعان اكتر ناس ممكن تقعد تتكلم معاهم وتحس انت بتتكلم في مواضيع وطريقه ديب يعني عميقه كده فاهم، حتى لو اتكلموا في مواضيع عاديه بس هو فاهم فهو بيقول ايه، وفاهمك وانت بتتكلم كده. لان بتاع السيكولوجي ده، معلش انا ببرق من غير قصدي، بتاع السيكولوجي ده بيبقى واحد فاهم نفسه وفاهم اللي حواليه بطريقه كويسه جدا. ان هي علم ان انت تدرس النفس اللي هو عقلك وتفكيرك ونفسيتك وكل حاجه. فبجد يا جدعان زي ما قلت، انت لو من النوع اللي هو بتشتغل في حاجه في البيزنس او ناوي تفكر في الحاجات دي، عايز تبقى يوتيوبر بتنزل فيديوهات بتكلم ناس بتتعامل مع ناس في حياتك، اي حاجه حتى اهلك صحابك، عايز مش عارف ايه، اي حاجه اي تعاملات، حاسس انت بتحس ساعات باحاسيس جواك زي قرف او اي حاجه ومش فاهمها، مش عارف هي ليه وجايه منين. لو انت دارس سيكولوجي في حاجات كتير قوي هتكون فاهمها ومسهله لك، وهتعرف تتعامل، يعني هتحس ان انت حتى لما تتكلم مع نفسك او مع حد، يعني مش مع نفسك يعني مع ناس اكتر، تحس ان انت بني ادم كده مثقف اكتر، ان هي بجد علم تقيل قوي وعميق. اخر حاجه بقى يا شباب هعلمكم ازاي تتعلموا السيكولوجي ده. بصوا هو انا شايف ان في مصدر واحد اللي هو احسن مصدر موجود حاليا، وده المصدر اللي أنا بستعمله حاليا وموثوق فيه مليون في المية. هو جوردن بيترسون اللي قلت لكم عليه في الاول. اتفرجوا على كميه فيديوهات على قد ما تقدروا منه، ده واحد. اتنين، في كورس هحط اللينك بتاعه تحت هنا، ده كورس سايكولوجي من هارفارد، دكتور جوردن بيترسون بنفسه هو اللي عامله. الراجل ده يا جدعان بعشقه معنى الكلمه بجد والله. اتفرجوا عليه، اتفرجوا على الكورس اللي حاطه تحت ده، اتفرجوا على كل الفيديوهات اللي هو بيعملها. انا لسه في الكورس ده في تاني ليكتشر تقريبا دلوقتي، تاني اللي هو تاني محاضره بمعنى اصح. الكورس ده من هارفارد على فكره، يعني حاجه تقيله يعني. بس اتفرجوا على الكورس ده، اتفرجوا على كمية فيديوهات وبودكاست للراجل ده. بس وافتكر ان هو يعني 99% من الحاجات اللي انتوا محتاجينها في ناحية السيكولوجي في الحياة عامة وكده هتطلع منه تقريبا. بس ودوروا بقى انتوا على مصادركم برضو، يعني هو التعليم ده حاجة ما بتخلصش، يعني حاجة بتدور عليها كتير فاهم. بس ربنا معاكم يا شباب ومعايا ان شاء الله، ونحسن حياتنا مع بعض. الحمد لله هو واحد بدأ يشتغل بس مفشوخ، ولسه يعني بدأ يشتغل شغل عادي، لسه عايزين نظبط البيزنس. عايز انتظم شوية في اليوتيوب. انا منتظم والحمد لله، يعني احسن من زمان بكتير، بس يعني ممكن اعمل احسن يعني فاهم. الواحد راجع مفشوخ، والتمرين طبعا اتأثر شويه الفتره اللي فاتت دي، بالذات العشر ايام اللي فاتوا بسبب الشغل. يعني هو في حاجه دخلت جديده في حياتي واخده وقت كتير جدا، فهي واكله شويه من الحاجات الباقيه لحد ما الواحد يعرف ينظم وقته وينظم نومه وصحيانه وكده. شغل عندي من الساعه 4 الظهر لحد الساعه 1 بالليل، فاليوم متشقلب معنى الكلمه. بس كده، فعلى الله ادعوا لي يا شباب، والله ما فيهاش خالص. يلا.